البنت اللي في الصورة دي اتقتلت على ايد صاحبتها الوحيدة. دي مريم، طفلة عندها 15 سنة، ملهاش اي ذنب غير انها وثقت في واحدة ودخلت بيتهم من سنين، وكانت فاكراها اخت مش صاحبة. البداية كانت صدفة بين العيلتين، عرفوا بعض بيها. كانت ام مريم بتبيع شقة والدتها، واللي اشتراها ام المتهمة اللي معانا النهاردة اسمها سارة. وبعدها اتقابلوا تاني في المدرسة، ومن بعدها بيقابلوا بعض على طول، من وقت للتاني كل فترة مع بعض. لكن مع الوقت سارة اللي هي المتهمة حياتها اتشقلبت. أمها اتجوزت بعد ما انفصلت عن أبوها، وأبوها كمان اتجوز. خرجت سارة من بيتها بشنطة هدومها، راحت عند مريم صاحبتها وقالت لها إن هي سابت البيت. أهل مريم كانوا ناس طيبين، فتحوا لها بيتهم وقلبهم، وقعدت معاهم زي أي واحدة من العيلة، تاكل معاهم وتنام وتخرج معاهم. وكل ما تعمل مشكلة كانت تعيط لهم وتقول لهم إنها مش هتعمل كده تاني، وإن هي ملهاش حد غيرهم. ومريم كانت أكتر واحدة بتحن عليها وبتشفق عليها وبتقف في ظهرها على طول، من غير ما تشك في لحظة إن هي نيتها ممكن تكون وحشة ليها. وبعد فترة مريم حصل خلاف بينها وبين أبوها، راحت مريم سابت البيت ومشيت. وساعتها قلبوا عليها الدنيا ويدوروا عليها في كل مكان، مش لاقيينها. فضلوا يدوروا ويسألوا عليها ويشوفوا الكاميرات كانت فين، وبرضه معرفوش يوصلوا لسبب. فاكرينها زعلانة شوية وراجعة، محدش فيهم اتخيل ان سارة واخداها ومش هترجع تاني. سارة كانت ساكنة في الطلبية مع امها، ومريم راحت قعدت معاهم حوالي 25 يوم من غير ما حد يحس من أهلها. سارة ما فكرتش تكلم أهل مريم تطمنهم عليها وتقول لهم إن هي معاها وكده، لكن الواضح إن هي ما كانتش قلبها عليهم، ولا كانت خايفة عليهم من الزعل أو أي حاجة. لا، هي شكلها كان قلبها مليان حقد وخلافات وغيرة، حاجة كده شبه الغيظ والكره اللي ملوش تفسير. وفي سبتمبر 2022 كان أهل سارة مسافرين والبيت هادي، وكانت سارة بتخطط تخلص من صاحبتها. فجأة هجمت على صاحبتها من ظهرها، لفت طرحة على رقبتها وفضلت تشد وتضغط، ومريم تقاوم وتترجى فيها تسيبها، وهي مفيش فايدة. ولما سابتها كانت خلاص ما بقتش بتتنفس. سارة جرت جسم صاحبتها للحمام وقلعتها هدومها، وجابت مخرطة الملوخية وبدأت تحاول تقطع فيها عشان تتخلص من الجثة. لكن ايدها كانت بتترعش، معرفتش تعمل غير جرح صغير في رجلها وفي رقبتها، واكيد لان المخرطة مش حامية كفاية يعني هي تقطع انسان. ولما فشلت قعدت شوية كده، وفجأة قعدت تعيط وانهارت. راحت حاطة مكياج لصاحبتها وغسلت كل آثار الدم وكل حاجة من الحمام، وقعدت جنبها تعيط. إحساس غريب مش معروف إذا كان هو ندم ولا خوف، ملهوش تفسير. الجثة فضلت يومين على الأرض لحد ما اتكشفت، واللي كشفها كان راجل ساكن في العمارة اللي قدامهم، عم ربيع. شافها نازلة تشتري حاجة من قدام البيت، فسألها رايحة فين. ردت بكل برود تقوله أنا قتلت صاحبتي اللي فوق قاعدة معايا بقالها فترة. الراجل افتكرها بتهزر، بعت مراته تبص، لقت المشهد اللي ما فيهوش هزار، وقعدت تصرخ. وكلمت أم سارة في التليفون عشان كانت مسافرة، وأمها أول ما سمعت قالت لها بلغي الشرطة فورا. وجت المباحث وشافت المشهد اللي الطب الشرعي وصفه بعد كده إنه خنق بالطرحة وتقطيع جروح وتجريد من الملابس
وكل العلامات كانت بتقول إن المتهمة في حالة نفسية منهارة وخطر على اللي حواليها. وتم إبلاغ أهل مريم وجم اتعرفوا على الجثة وانهاروا واتصدموا لما عرفوا مين اللي عمل كده. التحقيقات قدام نيابة الطفل كشفت كلام غريب، إن سارة قالت إن مريم طلبت منها تعمل معاها أفعال شاذة وطلبت كمان تعمل لها مساج. كان كله كلام حاولت ترميه على مريم عشان تدافع عن نفسها، لكن الحقيقة اتكشفت لما لقيوا دفتر مذكرات سارة، وكتبت فيه بخط ايدها انها بتعاني نفسيا، وانها حاسة ان امها مش بتحبها، وانها عايزة تقتل امها. الدفتر كان مليان غضب وحزن ولخبطة حاجات بتقول ان عقلها تايه من زمان، وانها شايلة جوه قلبها سواد. وكان كل الكلام بيثبت انها ممكن تأذي اي حد قريب منها، سواء صاحبتها او امها. التحقيقات كمان اثبتت ان كلام البنت عن صاحبتها كان كله غلط. المحكمة سمعت كل ده وشافت ان اللي حصل جريمة كاملة، وفي الاخر بعد شهور من الجلسات والتحقيقات محكمة الطفل حكمت عليها بالسجن 10 سنين. و10 سنين لبنت عندها 17 سنة هتخرج للدنيا تاني وهيعدوا، وراحت بنت ملهاش ذنب ضحية الغدر والخيانة. وفي الآخر اللي بيموت مش بس الضحية، بيموت كمان إحساس الأمان اللي بتحسه مع أقرب ناس لينا. وبكده تكون خلصت قصتنا النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة.